بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا خارج مصر وداخل مصر. عندنا مشروع تربية الأغنام الأوسيمي والرحماني. هنوريكم النهاردة الفرق بين الأغنام الأوسيمي والأغنام الرحماني. عندنا مشروع اللي بيتربى ببلاش يا شباب، مشروع الأغنام اللي بيتربى على أي مساحة واسعة، طبعا في الوادي الجديد أو في الأماكن المفتوحة الصحراوية. ما شاء الله عندنا الغنم بتمشي، شايفين بصوا ما شاء الله. الأغنام هناك أهي بتاكل خضرة هناك أهي، عند الرز هناك يا شباب. يعني مشروع بصوا ببلاش أهو، أكل ببلاش. دي المشروع اللي أكله ببلاش. بعد كده تخش المشروع أهو ما شاء الله. بصوا يا شباب أهو يا شباب، أي خضرة أي حاجة تشبعهم. ده مشروع الأغنام. لو أنت في شهر 2 3 معكش جنيه، ممكن واحد ياخدهم ساعة العصر أو ساعتين وساعتين الصبح، شكل ما أنتم شايفين أهو. دي العرض اللي احنا كنا عاملينه من شوية، العرض الأولاني ما شاء الله. شايفين أهو، أكل الغنم ببلاش يا شباب. بعد كده لو دخلت المرحلة الثانية، مرحلة التسمين، هتبدأ تدخل النتايات بتاعتك اللي هتدخلها لحم، هتدخلها مع الخرفان التسمين، وهتبدأ تعمل المشروع بتاعك تسمين. عندك نتايات هتخليها تربيها سلالات، هتبدأ تطلقها مع الأمهات تاكل زي ما بياكلوا عشان ما تسمنش منك وعشان ربنا يكرمك برضو منه. دي العرض الثاني معانا. بسم الله ما شاء الله. النهارده ما شاء الله خلفات مجاوز، معانا لحم، معانا كبش، معانا امهات، معانا عشر ومعانا والد. معانا لحم. عشر ووالد لحم مجاوز. عشر ووالد ولحم ومجاوز وعشر على عياله. وعشر على عياله. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا النهارده يا شباب في محافظه كفر الشيخ، مركز سيدي سالم، في قريه ابو غنيمه. كلام سليم. اخوكم سعد الغبراوي اهوت حبيبنا اللي احنا بنعرض معاه على طول. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيه ويحفظه وما فيش حد. اهم حاجه في اللي انت تعرض له ان الناس ما تتصلش تشتكي. يعني يا حاج سعد مثلا، انت النهارده انا عرضت نعجه ب 10000، يبقى يعني انا والله شفتها في العرض ب 10 اجي اخدها ب 10. فعلا حصل. يبقى احنا عايزين منك ايه؟ ما انا مش عايز برضه اقول بكذا ويرجع تاني اقول بكذا، لا اهم حاجه المصداقيه مع الناس. المصداقيه مع الناس، وفي نفس الوقت السعر اللي هتقوله مش عاوزين فصال يا شباب برضه، عشان الناس كلها تاكل عيش. انا بسبب مرض الله. واخد عرقه بالحلال. 50 جنيه تكفيني. الله يبارك لك. مرض الله. عاوزين اي حد يشتغل من وراك ياكل عيش. الله عايز ياكل عيش والله من وراك. طبعا احنا النهارده يا شباب بسم الله ما شاء الله، المشروع ده يا شباب المشروع الوحيد اللي في مصر بيتربى من غير اكل ومن غير مصاريف. يعني ممكن، يعني احنا عامل اهوت الخرفان هناك اهيت تاكل عفش. يعني لو واحد شباب عملوا مشروع ليه ومشى بهم الصبح ساعتين ومن بعد العصر ساعتين، هو كده خلاص الغنم اتعشت. بسم الله ما شاء الله. لو عاوز انت بقى تزود لك مثلا يعني شويه علف لنعجه والده، شويه علف لنعجه هتولد، وعايز تظبط ادائك دي بالليل، الله يبارك لك. معكش فلوس اهي هتمشي معاك. يعني المشروع على قد امكانيات. حاجه برضه مشاهد معلش. مثلا في نعجه ورا جوز. مثلا خلافها اللي وراه مبهدله شويه. عايزينها مثلا كل يوم اخر النهار دور على نص كيلو علف يعني وخلاص. كل يوم نص كيلو عدل. شويه غله على شويه ذره بيض. يسندوها ورا عليه وخلوا خلافها ورا حلو. ما شاء الله. طيب كنعجه الوالده، النعجه العشري، اي حاجه تكفيه. واي حاجه بتملى في الشيء. شكل ما احنا قلنا. يعني انا مثلا اصل كنت عامل المشروع ده قبل كده، انا كنت عامله برضه وانا صغير، كان عندي معيز وخرفان مع بعض كده. المشروع ده هوايه، عمري ما اكلتهم بجنيه علف. ازاي؟ كنت على السكه، عندنا السكك واسعه، كنت اخدهم ومشي على السكه ماشي، واخر النهار كنت اللي باكله الجدي والخروف، هم اللي بياكلوا علف بالليل عشان وكان في ناس كان في ناس بتجيب لي خرفان 10 يعني معيزه 10 عندي، كنت باخد منهم فلوس واروح اجيب لهم علف. ايوه انا في مقابل. يعني ما شاء الله انا كان المشروع ده بسم الله انا ربيته بسم الله ما شاء الله، كان ناجح معايا جدا. يعني انا كنت جاي، كان عندي المعيز بالجدي وكان عندي الخرفان بالحولي. كان واحد يجي، كان ايامنا كنا بنعشر، ما اعرفش الحوليه بتعشر بكام دلوقتي، كانت بتعشر ب 100 جنيه. كانت بتعشر ب 100 جنيه والمعزه كانت ب 50 جنيه. دلوقتي ب 400 ليه؟ الاكل غالي. ب 400 جنيه. يعني انا كان عندي الجدي والخروف كانوا بيجيبوا لي في الاسبوع مثلا 500 جنيه، اروح اشتري لي جراد برسيم حلو واروح اجيب عفش، والخلفات بتاعتي طول السنه مكسب. دي كنت انا نفسي اشتغلت في المشروع ده. فهو بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه في المشروع ده يا معلم سعد، انت عارف ايه؟ تشتري من واحد ثقه. المصداقيه اهم حاجه، المصداقيه. تشتري من واحد ثقه ليه؟ لان بعد يقول لك عشر وتبقى فاضيه. معاك. فواحد يقول لك النعجه ده هي لحم، لما يلاقي سعر اللحم هو يا باشا في السوق هو بيقول لك انها ب 5000
ب 6000. اه هي النايه فاضيه. وبقول لك ايه؟ عوش. ده عوش. اوكي. لو انت خدتها واستنيتها تولد اكلتها 5 شهور تبقى خساره. ايوه في الفاضي. وعمره حتى ما مدرك ب6 حتى لو فاضي. يعني في نعجه النهارده في الزمن احنا فيه ب 6000 عوش. لا مفيش الكلام ده. انا عن نفسي ما شفتش الكلام ده في 6 خالص. خلي الناس اهم حاجه المصداقيه مع الناس وما غش الناس. اقول له مثلا ب6 ويكلمني اقول له ده اتباعت او مثلا ده هي بكذا. لا ما ينفعش. كل حاجه على الطبيعه. على الطبيعه. بسم الله ما شاء الله. معانا ايه النهارده؟ معانا النهارده عرض غنم والده مجاوز. وغنم والده برضه فرداني. ومعانا برضه غنم عوش ومعانا غنم لحم. يلا نتفرج بالراحه كده. معاك يا من باشا. من اول من نهوت كده، من اول السمره ده، هي دي لحم دي باين. دي لحم. السمره دي لحم. لحم. ديت عامله كام اللحم دي؟ دي كسره 6. حاجه اصل حاجه. بص ما شاء الله. نعجه بص اهي. لحمات بسم الله ما شاء الله، وكسره 6. يعني اللحمه بتاعتها مش عجوزه يا شباب. لا لحمه كلها حمراء ما شاء الله. ومش سميني. ما شاء الله. ديت عامله كام يا محترم؟ دي عامله 7 ونص. 7500. 7500 يا شباب. هي الاسعار. هات الثانيه ده. دي برضه لحم. عامله كام دي يا حاج؟ لحم برضه بتاع. ماشي. بسم الله ما شاء الله. حاجه سميني. دي عامله كام دي؟ ده عامله 9200. 9200. 9200 يا شباب ما شاء الله. تخش لها في كام كيلو جايم دي؟ باين كده 80. 80 كيلو ما شاء الله. 75 يعني ما تقلش عن كده. ما شاء الله تزيد كمان. ما شاء الله. والكبش دي؟ الكبش دي كسر 4. هنقوله برضه في العرض بس بعد ما تشوفوا غنم والده مجاوز. ماشي. ودي برضه لحمه برضه. دي لحمه هي ما شاء الله. هي يا شباب ما شاء الله. هي يا شباب عشان النعجه وكل حاجه. دي عامله كام دي؟ دي عامله 9 برضه. 9000. ما شاء الله. كسرة سنها ايه دي؟ يعني دي قفله. قفله يا شباب ما شاء الله. ماشي. بسم الله. هات لنا الوالده جوز ديت. دي وراه جوز ما شاء الله. وراه جوز اهيت 10 على 10 اهيت. وراه ذكر عشر. ووراها جوز. بصوا يا شباب نعجه عشر اهيت ووراها جوز. هي ذكر وانتهي اهيت. عشت كام شهر دي؟ يعني عشر شهرين. شهرين. يعني العشرة يطلع ولا لسه؟ هي مدروك على السونار. يعني السونار جايب. ما شاء الله. وريني سنها كده. قفله. عامله كام دي؟ دي عامله 13000. 13000. وراها جوز هي ذكر وانتهي يا شباب. وعشر. عشر شهرين. طبعا اللي هيستلم عشر هيستلم عشر. هيستلم عشر. ماشي. تيجي عايز هنا. هات النتايه الوالده جوز ده اهي. ودي برضه وراه انتيتين. حتى كده. هات كده ما نجيب سنيه. دي وراها انتيتين يا شباب ما شاء الله. خلف رحمن اصلا. ما شاء الله. الزجو بتاعها 10 على 10 يا شباب. بصوا ما شاء الله. رحمانه اهيت. سنيه. كسره 6 معاه خناصره. خنصر اهو. معاها جوز خناصر اهو يا شباب. يعني لسه سنها صغير. يا عم حضر لي. ما شاء الله. عامله كام دي يا اداره؟ اهي. الضرب بتاعها ما شاء الله. عامله كام دي؟ عامله 13100. 13100 ما شاء الله. شايفين الخروف يا شباب ما شاء الله. اهم حاجه في الكبش كده يا شباب. اهم حاجه الكبش تمسك له النعجه تلاقيه طاير وراك زي الطياره. دي ورا انتيتين. دي ورا سنها ايه دي؟ احنا الثانيه دي قلنا سعر ايه؟ اللي وراها 12 13 اهي يا شباب. 13200 هي يا شباب اللي وراها جوز النتايات ديت. هي مش عشر صح؟ لا ده عشان عاوز وريه. معاها جوز خناصر. ماشي. وراها انتيتين. اهمت يا شباب. خلفت اهمت ما شاء الله. سنها ايه دي؟ قفله على الاولى. قفله ما شاء الله يا شباب. وراها اثنين. وراها انتيتين بسم الله. وراها انتيتين هم تنفعوا سلاله يا شباب. اي نعجه يا شباب وراها اثنين عيالها ينفعوا سلاله. لان النتايات اللي بتجيب مجاوز مش كتير في مصر يعني. صح؟ اهم حاجه السلايل. جابت جوز هتجيب جوز على طول. ديت لو صاحبها كان خادمها شويه بالعلف. كانت مسكت لحم ومسكت. هي تعادلها كل يوم المغرب نص كيلو ذره. عشان حتى خلف اللي وراها. ليه؟ لو ما خدتش ذره بتمص منها وخلاص. الله ينور. الله ينور عليك. ماشي. دي عامله كام دي؟ دي عامله 13 ونص. 13 ونص يا شباب. وراها جوز نتايات بسم الله ما شاء الله. هم السلاله اهيت. طبعا اللي بتجيب 3 دي يا شباب بتبقى بعد فلتات كده. احنا معانا برضه 3 نعجات هم. عش دخيل وواحده وسيم واثنين رحمان. وريني كده يا اداره. ده ايه اللي قدام ديت. اللي معاك دي ايه؟ ديت عش. دي ايه نوعها ايه؟ دي رحمانه.
دي رحمانه يا شباب ما شاء الله برضو. ثلاث نعيات هم الاثنين رحمانه وواحده وسيم. اه دول الثلاثه عشر. الاوسيم اللي هي البيضه دي البيضه نعجه وسيم اهي يا شباب، ونعجتين رحمن عشرهم، والثلاثه رخيم باين عليهم. بصوا يا شباب ده هي ما شاء الله دهيت يعني دهيت. هنمسكه برضه ونوري الناس برضه حتى امسك كده يا دار مجرد دهيت. بسم الله ما شاء الله ديت صفحه حماسيه ديت يعني ما شاء الله دهيت اقل من شهر ان شاء الله وتولد. اخوات دي اخوات. ما شاء الله. رنس انها كده يا مدير. شايفين حجم النعجه يا شباب؟ خلي فكره يا شباب احنا مش مكبرين، هي دي صوره النعجه ما كبرناش، على الطبيعه خالص اهي. يعني ان شاء الله باذن الله تيجي تلاقيها هنا اكبر ما هي في الفيديو. برنس انها كده يا حاج. شايفين مش فاهم بص لسه سوى الاول لسه لسه مقفله اهيت يا شباب على الاول لسه اهيت. نعجه ان شاء الله طول بعرض اهيت، عش كبير. وريني الضره كده رخوه بتاعها اهوت يا شباب. بسم الله ما شاء الله اهيت ما شاء الله. عامله كام دي يا حاج؟ الاثنين على بعض دهيت معاها. ايوه دي معاها برضه، ودي شروه معاها نفس الشروه. ده هي برضه يا شباب ده هي ديت اللي رخوها كبير دي يا شباب ما شاء الله. تعال هاي تفاح مرتاج. بسم الله ما شاء الله. بالراحه بالراحه عشان بس براحتك خالص براحتك. هي اصلا هتيجي عليهم اخوات. ما شاء الله. شايفين ديت برضه معاها سنه. سيبها زي ما سيبها ما تجريش وراها عشان شوف الرخو وشوف السن برضه ونوري برضه. براحتك براحتك براحتك. ما شاء الله اللهم صل على النبي. نعجه رخيه يا شباب بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحب المال وصاحب النصيب اللي يشوف الخير ده يصلي على النبي يا شباب. مال طيب يا ابو شهر مال طيب. صلوا على النبي كده يا شباب معنا. اللهم صل على النبي. الدر نازل خالص اهو والرخوه على اهو. ان شاء الله يا ابو شهر. يعني دي خلاص ان شاء الله متوقع اسبوع ولا حاجه. دي خلاص صفحه حماسيه. احنا كنا مسماها امي كانت بتقول عليها صفحه حماسيه دي. دي برضه كسر على الاول. معاها خناصر دي معاها خناصر دي. ماشي هنجيب الثانيه الاخرى الثانيه كده برضه. هات الاوسيمي ده هي كده. يبقى الاثنين عشر يا شباب. اثنين رحمن عشر وواحده اوسيمي. الاوسيمي هي يا شباب رخيه برضه اهي. رخيه برضه يعني ما شاء الله يمكن الشهر دي. ايوه برضه ايوه دي رخيه. يعني دي هي والثانيه هيولدوا مع بعض. الثلاثه دول على بعض. ايوه تطلع على بعض. سناء ايه دي؟ سناء قفله برضه قفله ما شاء الله. ايوه السيم حاجه طيبه. اوسيمي هي اتحجمت اصل فاخر يا شباب. ارفع كده اما نشوف الرخو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الرخو بتاعها يا شباب يعني شهرها ده يا شباب. بص 4 بزاز. اه مال طيب. 4 بزاز الاصل. 4 بزاز. بص كده 4 بزاز واضحه كده الذره كده. اهي باينه خالص. اثنين هم. اثنين واحد اهو وثلاثه اهو. ماشي. حشدك كده. حشدك باينين اهو. عندكم. ماشي ما شاء الله. اصل هي يا شباب يبقى الثلاثه هاتهم الثلاثه في جنبنا اهوت. الثلاثه على بعض والناس تاخد عليهم لقطه. ايوه عال ما شاء الله. شايفين يا شباب. اخوات النعجه واحده. هي النعجه واحده يعني سلالات المجاوز يا شباب ما شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله الاثنين يجيبوا مجاوز برضه. ان شاء الله انتوا مين باذن الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الغنم اللي هنا اللي عندك من اسبوعين حجمهم حلو عن اللي انت لسه جايبه. ايوه دول سنهم كسرين جزء 4 ولسه يخشنوا عن كده ما يروحوا اكتر من دول اكبر من دول ما شاء الله. دول معاهم سن اللي جوز الاربعه. الثلاثه دول عاملين كام على بعض كده لو واحد عايزهم الثلاثه؟ 32000 ونص. 32500 32500 يا شباب. الثلاثه هم ترخيين منهم واحده الاسبوع ده ان شاء الله تكون والده. ان شاء الله متومين وباذن الله متوامين لان هم اصلا بيقول لك بيتوموا ان شاء الله ما شاء الله. دولت الثلاثه يا شباب ب 32 ونص. ب 32 ونص يا شباب بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هاي تفاح امريكاني هنضيفه حاجه ما هو ما شاء الله باين اصلا باين خالص. مقطع ورسمان ونظام وكل حاجه. كل حاجه 100 100 ما شاء الله. مش معنا ايه تاني؟ الكبش اللي قاعد مغلبنا دي. الكبش خسر 4 سنات. هنشوله برضه ضروبه دلوقتي. واللي يروح بس العرض الاولاني الكبش ساعه مره واحده. ده بتاع مره واحده. ما شاء الله. هاتوا على كده خدها كده من على السمر ديت. اللحم دي اللي هي اللحمه. اظن النعجه ديت ما بتمسكش الا لما بتبقى جايمه. طول ما هي مش جايمه كده لو جربت عليها بطه جايمه. تطلق عليها تمسك عليها. تفتح بيت ودن مفتوح. الجواز الجافي. ما شاء الله. هنجرب لكم برضو الخروف هذا يا شباب ما شاء الله.
شاء الله يا شباب. كبش الدروبه يا شباب لازم يبقى شكل الكبش دي طول بعرض كده اهو، ما شاء الله جابها كده مره واحده يا ابو شهد ما شاء الله، من مره واحده بس اهوت يا شباب. ولازم يبقى بصوا الخروف رحماني طول، بصوا يا شباب هو طول بعرض كده يا شباب. معناه ايه؟ معناه ان الخلفات بتاعته هتبقى كده، هتبقى طول بعرض. ولسه هيخشن عن كده. لانه لسه صغير. لسه صغير، ده كسر 4. كسر 4 بس. لسه يا شباب هنجيبه رخر اهو. ايوه السن اهو كسر 4 بس، ولسه حتى لسه كسر الاربعه جداد. جداد يعني. 4 جديد يعني لسه كبش صغير خالص يا شباب. ده يقعد معاك كام سنه؟ يقعد 10 سنين 15 سنه ما شاء الله. انا كنت لسه اقول يقعد 5 سنين. لا افضل هو ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حاجه اصلا اهوت يا شباب ما شاء الله. طيب عامل كام الخروف دي في العرض بتاعنا دي؟ 13200 اهوت يا شباب. عايزه لحم ماشي، عايزه ضربها زي ما انت شايف كده ماشي، بس دي خساره في الذبح يعني بما يرضي الله. معاك اه ديت ناجه برضه كسر 4 سنوات ورا انت. دي كسر يعني لسه صغيره خالص. ايوه ربنا لسه يعني يحتمل ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الامومه يا شباب ما شاء الله. لسه والده بقى لها 3 4 5 ايام ما شاء الله. لسه حتى الشروطه بص لسه السره فاتت ناشفه ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بص يا باشا ورينا الدر بتاعها كده. خليك زي ما انت يا باشا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الدر بتاعها يا شباب شعر الصفراء حاجه نظيفه. السن بتاعها 4 سنات وبتكسر في ال5. 4 لسه في ال5 لسه جامده يعني لسه جامده. على خير ماشي. الزوج بتاعها اهوت والده بقى يومين 3 ما شاء الله. اللهم صل على النبي. مشروع اهوت يا شباب من الاخر. بسم الله ما شاء الله. ده انا كنت عامل المشروع ده يا شباب على فكره. كان مشروع عمري ما دفعت جنيه في اكل الخرفان ديت يا شباب ما شاء الله. كان عندي حوالي 10 نعجات وكبش وحوالي 20 معزه وجدي. مستحيل اجي اكلتهم بجنيه. كان الجدي والخروف يجيب لي فلوس واخد منها خمسر منها واصرف وهم واجيب لهم اكل. يعني لو اتزنقت في حبه شده وجراد برسيم بتاع كانوا هم اللي بيجيبوه برضه. يعني ما شاء الله ما كنتش مشروع مش مكلف. الحاجه ما شاء الله قدامكم يا شباب. دي رخيه واحده وراها انتايه كبيره وقلت على الشيء ديت عوش. بنتها فين؟ بنتها موجوده بنتها كبيره. ديت الكبيره دي ده شرقاوي ما شاء الله. اللهم صل على النبي. شرقاوي مع الشرع من كبش شرقاوي. شرقاوي اصل اهي يا شباب اهي. شايفين يا شباب ما شاء الله ماشي. شايفين الخروف يا شباب. بص ركز على الخروف. النعجه اللي طالعه عليها بص مش سايبها ازاي يا شباب. ايوه خلاص هو ركب ما ده قلناها. دي ضروري. دي ااكد ان يا باشا يفضل ورا لحد ما اقوم. لو هي خلافه كبيره وفاضيه عاوز 10 مش سابق انا بقوم. ما شاء الله. دي دليل ان الكبش كويس. ايوه ما هي كبش غنم. بص انا جبت لكم اللقطه دي ليه يا شباب عشان افهمك. الكبش دي لو مشاش ورا الغنم يبقى في الفاضي. لو ما مشاش ورا النعجه زي ما هو ماشي كده يبقى ملوش لازمه. في الفاضي ما شاء الله. دي ورا انتايه وحش عليه. وراها انتايه خلف عامل زي الزب ما شاء الله. النتايه دي شرقاوي ما شاء الله. وسنها ايه؟ قفل وهي عوشر. ايوه عوشر ما شاء الله. قفله برضه لسه جديده يا شباب ما شاء الله. وراها خلف حاجه. شوف بص النعجه عامله ازاي يا شباب. بصوا النعجه عامله ازاي. ناجي رحماني داخله في متر ونص اهي. ناجي رحماني مع الشارع من جديد من كبش شرقاوي. واللي ببطنها دي برضه مع الشارع من كبش شرقاوي. لا رحماني مع الشارع من رحمن النباتي. ماشي يا شباب على خير. عامل زي نعجه زي صحه. اللهم صل على النبي. العرق دي صحه في الخرفان يا شباب. شوف يا باشا عاشق بس. شايفين يا شباب ما شاء الله. عرقه. طبعا لما تشتري مشروع زي ده يا شباب لازم تشتري من واحد فاهم هو بيشتري ايه. علشان تعرف تنجح. هو عارف النعجه، عارف تقليب النعجه، عارف لو فيها عيب، عارف لو فيها اي حاجه. انا برضه بقلب. انا بشتري لنفسي قبل ما اشتري للناس. الله ينور عليك. لازم ادور لنفسي قبل ما ادور للناس. الله ينور عليك. افتح السن افتح البزاز اشوف فيها عيب. مش كل حاجه كل واحد له شغلانته برضه. الله ينور عليك. لازم افتح السن والعضو وكل حاجه ونزود. يبقى انا كمبتدئ. وبعدين برضه هقول لحضرتك حاجه. اللي هيروح يشتري من السوق اللي هيبيع له هيكسب معاك. انما اما اجي الواحد هنا كده هو ده هيكسب من وراك وده هيكسب من وراك. فخليني في المضمون شويه. ليه؟ الفاهم بيريح. مكانك اهو. بقى في عيب شرعي تحت. العيب الشرعي في الخرفان. طب العيب الشرعي شكله ايه ده؟ بص يا باشا اقول لك. العيب الشرعي في اللحم مفيش نعجه لحم فيها عيب شرعي. مفيش عيب شرعي. النعجه بتلاقي الدبيه. يعني نعجه لحم قطه دبيه. العيب الشرعي في النعجه الوالده والنعجه العوش. النعجه الوالده مثلا فيها بز، فيها حجي، فيها مش عارف فيها حبايب، فيها مش عارف ايه. لا دي تحت اكل وشرب وعيب شرعي بتاعي. لكن بعد كده الغلوان دي لا.
تاخد منها حق ضمانه والعيب الشرعي بتاعك. والعشر طبعا ان هي العيب الشرعي اللي فيها انها تبقى عشر ما تبقاش عشر، تبقى فاضيه. يعني مثلا مشتري نعيه عشر ومثلا جسام مره واثنين وثلاث مرات ولقاه فاضي دي ترجع للشراء منه لو بعد سنه بتاعتك فاضي وقد نعيه عشر ده فاضي ازاي؟ اي طب لو مثلا عشر 3 ومثلا عشر 4 وطلعت عشر 3 مثلا ما تفرقش دي؟ ما تفرقش، هو اهم حاجه يكون عشر. ما تفرقش دي. ايوه 2 3 اهم حاجه اللي يكون عشر. السن طبعا تفرق، لو السن لو انت قلت له كسر 4 وهي قافله ايوه معاك دي عيب شرعي. دي مثلا لما في ناس بتكلمني تقول لي السن ايه بالظبط. يعني انا جاي الناس بتجيلي يقول لي مثلا دي سن ايه وسن ايه وسن ايه، ما ينفعش تبقى كسر 4 ماشي ولا قافله واقول له ده كسر جوز كسر 4. لا انا بقول له سنها كذا كذا يجي على راسه من فوق ما يجي برضه على راسه من فوق. احلى كلام. ما المصداقيه ما فيش احسن من بدل ما يجي وما يشتريش وانت تبقى وحش وهو يبقى وحش. انا كان في ناس عندي من فيهم امبارح اول امبارح ناس من بني سويف الناس صورت لهم غنم ماشي سنها ايه ووراه ايه وخلافها ايه، قالوا ماشي احنا مصداقيه احنا ماشيين ورا كلامك. حملت لهم مباطه عربيه وخدوا غنمهم. الله يبارك لك. بسم الله. ورا انت دي احنا سنها سعرها وانت ورا انت الشرقاوي وعش. لا يا عش. عامله كام ديت؟ دي عامله 11 ونص. 11 ونص. 11 ونص يا شباب عشر ووراها انتاج. ما شاء الله النتايه بتاعتها تسوي لها 4 5000 لوحدها. ما شاء الله. ما شاء الله مشروع انا حاجه. طيب. دي يا شباب طبعا مشروع انا على الشخصيات مجربه قبل كده، والله العظيم ما كنت باكلهم بجنيه من جيبي، والله كنت باخد فلوس من الجدي ومن ورا الخروف، كنت باخد من وراهم فلوس اصرف منها، وكان عندي الولد كل سنه بتاعهم ببلاش، بس عايزين مكان زي ده يتربطوا فيه. بقى يا باشا غنم شبعانه بتولد بتخلف عايز تولد يعني مثلا في غنم مثلا بتولد في السنه مرتين النعج وتعشر مثلا يبقى في خلفه كده ممكن تعشر عليه ليه شبعانه جنب صحتها جنبه تعشر على طول وتولد. ما شاء الله. شكرا جزيلا لكل مشاهدينا خارج مصر وداخل مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا معنا في القناه يا شباب.